السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي يوم 25 يناير سنة 2011 استيقظ الناس على حادث جلل. ثورت الشعب المصري على 60 عاما من الاحتلال. 60 عام ليست 30 عاما. هذه الثورة في الواقع كانت ثورة تحرير من الاحتلال. لماذا؟ لأنه الاحتلال الغربي مضى وساب لنا احتلال وطني، احتلال صناعة وطنية، وكان أخس وأسوأ في الواقع من الاحتلال الغربي. فالناس حين صارت على نظام انقلابي فاشل بدأ في 23 يوليو سنة 1952 وليس في شهر أكتوبر سنة 1981. لا، هذه الثورة على هذا النظام الدكتاتوري القمعي المعادي تماما للدين. هذا الانقلاب اللي قاده جمال عبد الناصر حسين كان من اللحظة الأولى واضح المعالم في الحرب على دين الإسلام وعلى أي اتجاه إسلامي وعلى أي ممثلين لدين الإسلام. حرب بلا هوادة، كانت واضحة المعالم. هذا النظام الفاشل أفسد البلد على كافة الأصعدة. النظام التعليمي فسد، الاقتصاد فسد، القضاء فسد، السياسة فسدت، الحياة الاجتماعية فسدت، الإعلام فسد، علاقات الناس فيما بعضهم فسدت. استطاعوا أنهم يقنعوا الشعب انه شعب جبان، وانه شعب ضعيف، وانه شعب متخلف، وانه شعب وضيع، وانه استطاعوا ان يغرزوا في الناس الضعة والمذلة والمهانة، وتجرع الشعب يعني كؤوس الذل مترعة عبر 60 عاما من سنة 1952 إلى الآن. اللي سقط واللي تنحى واللي شلح ليس حسني مبارك، لا، الثلاثة سقط. نظام انقلاب 23 يوليو هو اللي سقط. الشعب أسقط هذا النظام القمعي التزويري، يعني اللي ملهوش مثيل. هيكتب في التاريخ مراجع وأطروحات ورسائل دكتوراه وماجستير حول هذا النظام الغبي اللي دمر بلد كانت مؤهلة انها تكون من ارقى دول العالم. موقعها عبقري، عندها كتلة سكانية كبيرة كانت ممكن تستثمرها على احسن وضع، تتمتع بخيرات بلا حدود، موارد مائية، انهار، بحار تقع على ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، بترول، غاز، زراعة، صناعة، صيد، كل شيء كان موجود في هذه البلد. علماء، مفكرين، أدباء في كل صعيد موجود، يعني ثروة بشرية هائلة وحضارة إسلامية بازخة دمرها هذا النظام الاستعماري الحقير اللي جاء مع جمال عبد الناصر، وتم دفنه في عهد حسني مبارك بالثورة الشعبية الإسلامية الهائلة اللي حصلت، واللي يعني انطلقت شرارتها يوم 25، لكنها احتدمت في يوم 28 يوم الجمعة لما خرج المصلون من المساجد. ودي دايما يعني عوامل النجاح في الأمة الإسلامية. لما الناس بتخرج من المساجد خلاص يأتي النصر وتحتدم الثورة. في ناس كتير بيفكروا الشباب، شباب الفيسبوك، شباب الانترنت، شباب كذا، هؤلاء ساهموا نعم في إيقاظ روح الثورة، لكن هذه الثورة صنعتها الأمة بجميع أطيافها. الشعب المسلم هو صانع هذه الثورة، ليس شباب الفيسبوك ولا غير الفيسبوك. هؤلاء ساهموا نعم في الثورة، شكرا له، لكن ليسوا هم أصحاب الثورة. الثورة خرجت من المساجد، الملايين خرجت من المساجد،
وهم اللي دعموا هذه الثورة ورووها بدمائهم الزكية. هذه لم تكن مجرد تظاهرة أو اعتراضات، هذه كانت ثورة بكل ما تحمله كلمة ثورة من معاني، أعظم من ثورة 19 ومن أعظم الثورات اللي ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية المصرية. فلابد ان الناس تعرف انه الشعب المصري كله صنع هذه الثورة، ان المساجد حافظت على هذه الثورة ودفعت عن هذه الثورة حين اتى البلطجية واتى مرتزقة الحزب الوطني لمحاولة وقت هذه الثورة وقتلوا الثوار بشراسة. مين اللي تصدى لهؤلاء الناس؟ مين؟ المسلمون الملتزمون بدين الإسلام من التيارات الإسلامية المختلفة، وعلى رأسهم يعني السلفيين اتظلموا ظلم فاحش في هذه الثورة. مين اللي دافع يوم الموقعة دي، المعركة اللي أتى فيها الحمير والخيل والبغال عشان يفتتوا الثورة؟ هم أبناء الدعوة السلفية، يعني كانوا في المعمعان حاربوا وقتلوا وقتلوا، وكان منهم قتلى وجرحى، وأنا أعرف يعني شخصيا العديد من هؤلاء الناس، في حين كان الناس في داخل الميدان ناس واقفة عند المايكات مع الإذاعات ومع الصحف وغيره يتكلموا نعم ونحن وكذا. هؤلاء استخبوا في بيوتهم، ولما لقوا الثورة هتنجح كل واحد راح يجري وقف يتكلم ويقول نحن مع الثورة. لكن هؤلاء الشباب عملوا لله سبحانه وتعالى وخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان يعني في وسط الثوار فقيه فحل هو الدكتور محمد عبد المقصود من رموز الدعوة السلفية في مدينة القاهرة. فالسلفيين ما غابوش عن المشهد، لكن السلفيين دايما بيعملوا، مش بيدوروا على الإعلام ولا على أنهم يتصوروا. ده شباب كان خارج في سبيل الله سبحانه وتعالى، قتل من قتل، حتى صورهم ما اتنشرتش مع اللي قالوا عليهم شهداء الثورة، الناس اللي ماتوا رحمهم الله يعني تعالى أجمعين. لكن هؤلاء كأنه شيء متعمد، شباب البرادعي وغير البرادعي كانوا بيتعمدوا تغييب أبناء الاتجاه السلفي من أنهم يكونوا في المشهد. يعني المعركة كانت في شارع طلعت حرب، اللي تولاها كلها كانوا سلفيين، كلها الامدادات الطبية اللي ساهموا بيها والغذائية وغيرها، ناس كانت بتعمل لله سبحانه وتعالى. فجم بعد كده ناس يقولوا لا السلفيين ناس معروفين طول عمرهم بالانضباط بالكتاب والسنة. قامت مظاهرات، الناس مش عارفة ايه المظاهرات دي رايحة على فين، كله بينتظر يعرف ايه حكم الاسلام في الموضوع ده. حادث فذ لا يقاس عليه، ملهوش يعني نظير عشان الناس تقيس عليه. فتأخر فعلا الموقف من هذا الحادث، وصدر قرار من الدعوة السلفية بالإسكندرية انها ما تساهمش في يعني هذه التظاهرات. ظنوا انها تظاهرات، الناس اجتهدوا واخطأوا. هل معنى ان انسان يجتهد في مسألة ويخطئ انه يتم شطب اسمه من سجلات الامة، وانه يتهم بالعمالة وبالخيانة وبالتخزيل لا، هذا منهج لا يجوز ان احنا يعني ننتهجه، خصوصا واحنا مقدمين على بناء حياة جديدة، وإلا ندخل في جدل بيزنطي نكون زي أهل بيزنط. أهل بيزنط كان العدو محاصرهم وبيدق يعني أسوار المدينة، عدوهم هم مش عدونا احنا. وكانوا هم في مجمع كنسي منعقد بيدرس طبيعة المسيح، فسموه جدل بيزنطي، لأن المدينة وقعت في إيد العثمانيين المسلمين جزاهم الله خيرا، وهؤلاء كانوا قاعدين بيدرسوا طبيعة المسيح، الناسوت واللاهوت، ومين حل الناسوت ولا اللاهوت ولا كذا. فسقطت احنا مش عايزين نكون مثل هؤلاء البيزنطيين، مين اللي ساهم مين اللي شارك، انتوا ما شاركتوش، انتوا القايمة السوداء، انتوا أعداء الثورة. نحن لم نكن في يوم من الأيام أعداء ثورة، ولا نريد الحديث عملنا كذا وعملنا كذا. الدعوة إلى الإسلام ثورة، ثورة التوحيد، ثورة الاتباع،
قبل 30 عاما من الآن يعني كانت الأمور مختلفة تماما. أنا عاصرت هذه الدعوة بحمد الله من أول يوم ونشأت في المدرسة السلفية في سنة 77، وكنا قبل كده يعني في جماعة أنصار السنة المحمدية. تعرفنا صحيح عن كتب السلف، كتب ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وابن القيم، جزا الله خير القائمين على أنصار السنة يعني انهم عرفونا ذلك. لكن لما انشئت الدعوة المدرسة السلفية في سنة 77 كانت يعني هناك نفس جديد وروح جديدة، والكلام عن منهج شمولي ليس فقط لمحاربة الصوفية أو القبورية، ولكن لعودة الإسلام الشامل. وبدأت الدعوة صغيرة وانتشرت وعمت وانتقلت، اخترقت حواجز المدينة الجغرافية لتنتشر في مصر من الدلتا إلى أقصى الصعيد. أليست هذه ثورة؟ تعريف الناس بالسنة، الصبر على الأذى، على أذى الناس، على أذى الأهل في البيوت. غيبنا عن المشهد الإعلامي، حوربنا الاعتقالات والعسف ومحاربة الناس في أرزاقهم وفي أعمالهم. أليست هذه ثورة؟ وتحمل هؤلاء الناس أليس هذا ثورة؟ إلقاء الضوء على قضايا الأمة كلها. من أول من تحدث عن الشيعة لما ظهر الخميني؟ السلفيون. مين اللي بصر الناس بخطورة البهائية والبهائيين وعبادة الشيطان وغير عبادة الشيطان والدور الشيعي الخطير وكل القضايا اللي ألمت بالأمة الإسلامية بحمد الله تعرض لها السلفيون من منطلق الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم العدول الثقات. صحيح احنا عندنا ضعف في الإعلام، ودي حاجة المهم، يعني من المهم ان احنا نتداركها في المرحلة القادمة. لازم يكون عندنا ناس اخصائيين في الاعلام، جهاز اعلامي، لانه في ناس يعني الانجازات اللي بيعملها السلفيين بياخدها غيرهم. صحيح انه في مراسلين وكده بيبصوا على الناس اللي بيشاركين يقولوا الاخوان كانوا في ناس بيشوف اي حد ملتحي بيقولوا عليه من الاخوان. اخوان المسلمين، جماعة الاخوان كانت موجودة بقوة في هذه الثورة وأدت دور رائع تشكر عليه. لكن أيضا الإخوة السلفيين كانوا موجودين وحاضرين وما غابوش عن المشهد ودعموه. فمش معنى، ليس معنى أن فصيل سلفي مثلا في الإسكندرية أصدر بيان أنه نرى عدم المشاركة في هذه الثورة أنه الشطب على سائر السلفيين. أنتوا عارفين السلفيين فصائل، ثم أن هذا الفصيل في الإسكندرية هو أكبر الفصائل السلفية، وهو يعني البادئ في الحقيقة بنشر الدعوة السلفية في جميع أنحاء مصر. فهل ننسى فضل هؤلاء الناس؟ هل ننسى مؤلفات هؤلاء الناس اللي أفنوا أعمارهم لخدمة دين الله؟ حسابهم على الله سبحانه وتعالى وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد ان احنا نعترف بفضل يعني هؤلاء الدعاة السكندريين. حتى لو أخطأوا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وكان ماذا؟ الناس طول عمرها بتختلف، واجتهادات الناس ورؤى الناس بتختلف، فكان ماذا؟ هل هنقطع هدوم بعض ونقول دول كذا ودول عملوا؟ احنا محتاجين لنوع من التنسيق والتعاون والتكاتف في المرحلة القادمة. السلفيون في القاهرة وجم من الأقاليم وساهموا في الثورة. السلفيين من الإسكندرية ساهموا في الثورة بصورة فردية، ليس بصورة جماعية، ولكن كان بصورة فردية. ساهموا في دعم الثورة بالحفاظ على الأمن، بتكوين مجموعات للحراسة والدفاع عن الممتلكات. ساهموا في الثورة بشراء أطعمة وأشربة وباعوها للناس بأقل من سعر التكلفة. أليست هذه مساهمة في الثورة؟ أنهم يعني يحموا ظهور الثوار ويحافظوا على الجبهة الداخلية. فمفيش داعي الناس اللي بتخرج الآن للاصطياد في الماء العكر، دول الإخوان، دول السلفيين، دول ما شاركوش، دول شاركوا، دي قايمة سوداء. أين كان هؤلاء الناس اللي بيقولوا دول ما ساهموش في الثورة؟ كنتوا فين؟ بعض هؤلاء الناس ما كانوش لسه حتى اتولدوا.
لما بدأت هذه الدعوة؟ مين اللي كان بيتعرض للتضييق من أجهزة الأمن؟ الجماعات الإسلامية والتيار الإسلامي. لكن هل الأمن الدولة كانت بتتعرض لأحد الناس أو لعامة الشعب؟ لا، هذا الجهاز كان مخصص لفرملة الدعوة الإسلامية وتعويقها بقدر المستطاع. فاللي اتضر واتأذى منه على يعني مدى السنين الماضية أبناء التيار الإسلامي، ومنهم السلفيون. دعوة في الإسكندرية يعني تستحق كل التقدير وتستحق كل الحب والاحترام والاعتراف بفضل وجميل يعني هؤلاء الدعاة. نحن لا نريد ان نقول ان مننا اللي اعترضوا على هذا النظام علانية وسبوا هذا الطاغوت علانية وغيره. لا نريد ذكر مثل هذا الكلام في سياق صحيح كان ينبغي ان احنا نخرج فيها، لكن قول لم يحالفنا التوفيق في اتخاذ هذا القرار. هل معنى ان احنا لم يحالفنا التوفيق ان احنا نوصف بالخيانة وبالعمالة وبالتآمر؟ اسهل شيء انك تتهم الناس باي شيء يعني، لكن اين المصداقية؟ المصداقية فين؟ الدليل فين؟ الاقتناع فين؟ عيب كبير على بعض الناس الاصطياد في الماء العكر. فهذه الثورة كانت ثورة الشعب المسلم، الشعب المسلم بأكمله. هذه الثورة اللي أزكاها المساجد، واللي حافظ عليها ودافع عنها ونافح عنها وخلاها تستمر لآخر يوم هم المسلمين، وهم أبناء التيار الإسلامي بكافة فصائله. الجماعة الإسلامية كانت موجودة في هذه الثورة، وإن لم يعرف أحد بذلك. الدعوة السلفية كانت موجودة وبقوة، وهذا كان مشاهد، وكتير من الناس كانوا بيشوفوا الإخوة ملتحين بيقولوا دول الإخوان، لأن عوام الناس بيفكر إن أي ملتحي اسمه من الإخوان. جماعة الإخوان المسلمين كانت موجودة. فالتيار الإسلامي هو صاحب هذه الثورة. والشباب الفيسبوك وغير الفيسبوك ما هم دول مسلمين يا اخوانا. احنا مش عايزين نصنف الناس نقول ان شباب الفيسبوك هم دول مسلمين. هم دول مش مسلمين؟ شباب مسلمين، هؤلاء من التيار الاسلامي، حتى لو ما كانش اسمهم تيار اسلامي هم من التيار الاسلامي. كل المسلمين من التيار الاسلامي، كل اللي بينتمي للاسلام اسمه من التيار الاسلامي. حركة 7 ابريل، 25 يناير، مش عارف ايه، كل هؤلاء الناس الغالبية العظمى منهم مسلمين. صحيح ما يندس بينهم ناس علمانيين وناس شيوعيين وناس يعني خرجوا من يعني بلاليع التاريخ، لا اقول من مزبلة التاريخ، عشان يبقى ليهم دور. فاقوا صحي منهم لقوا في ثورة قالوا اركب الثورة، كما حدث مع سعد زغلول، وكما سرقت الثورة في الجزائر، وكما سرقت الثورة من عمر مكرم سرقها محمد علي، وكما سرقت الثورة في المغرب من عبد الكريم الخطابي، وكما سرقت الثورة من عز الدين القسام. وهذا حادث في جميع البلاد. احنا لازم نكون ناس يعني عندنا حصافة وعندنا معرفة مين شارك مش مين شارك. الثورة انقضت وانتهت، المهم دلوقتي ان احنا نركز على القادم. ماذا بعد الثورة؟ هنعمل ايه بعد هذه الثورة؟ هذه الثورة فعلا اسقطت نظام 23 يوليو 52. هذه الثورة فعلا اسقطت عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك. كل دول شلحوا، دول الثلاثة المشلوحين من جراء هذه الثورة العظيمة المباركة. مش لازم حد يندس في الوسط ويتكلم واسم الثورة وهذا مجلس الثورة وهذا ثورة شعب، ولم يكن لها موجه. أراد الله سبحانه وتعالى أنه يذل النظام الدكتاتوري الظالم الفاجر اللي يعني مرغ هذه الدولة في التراب عبر 60 عاما. ما زلت عمال بعيد وزيد في الكلمة دي. هذه الثورة أسقطت 60 سنة من الظلم، أسقطت 3 كانوا محتلين. هذه ثورة تحرير ينبغي أن تتم يعني على أكمل وجه لتتحرر مصر لأول مرة من الاحتلال، سواء الاحتلال الإنجليزي الأحمر أو الأسمر لعملاء
الإنجاز. الحديث موصول إن شاء الله، هنتابع في الخواطر القادمة. في انتظار مناقشتكم وتعليقاتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.